الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ها نحن نبدأ الدرس الثاني من متممة الأجرومية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهو 3 أنواع: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت، ومنه نعم وبئس وليس وعصى على الأصح، ومضارع ويعرف بدخول لم عليه نحو لم يقم، ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. ويضم أوله إذا كان ماضيه على 4 أحرف، كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل. ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة نحو قومي واضربي، ومنه هاتي وتعالى على الأصح، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. في هذا الدرس أراد رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من شروط الكلام أن يشرع في تعريف الكلمة وأنواعها. والكلمة عرفها بقوله قول مفرد، لأننا قلنا أن الكلام لابد أن يتكون من كلمات: زيد قام، زيد كلمة، وقام كلمة. إذن هذه الكلمة ما تعريفها؟ قال قول مفرد. زيد قول تلفظت به، ومفرد هو الذي يدل على واحد، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان من الجمادات أو من البشر، أهم شيء أن يكون يدل على واحد، هذا هو الكلمة قول مفرد. زيد، محمد، هذا كله قول مفرد. وهي تنقسم إلى أقسام 3 لا رابع لها: اسم وفعل وحرف. قد يقول القائل: كيف عرفنا أن الكلام أو الكلمة تنقسم إلى هذه 3 الأقسام؟ الجواب: بالتتبع والاستقراء. قرأوا القرآن وقرأوا السنة وكتب العرب، ووجدوا أن الكلمة لا تنفك أن تكون واحدة من هذه 3. إذن دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء. فلما قرأوا وتتبعوا وجدوا أن الكلمة لا تنفك أن تكون واحدة من هذه الثلاث، إما اسم وإما فعل وإما حرف. والحرف ينقسم إلى قسمين: حرف له معنى وحرف ليس له معنى، ولهذا قال حرف جاء لمعنى. فالحرف الذي يأتي بمعنى ماذا خرج بحروف الهجاء مثل الألف والباء والجيم والحاء، هذا بمفردها ما لها معنى. الألف ما لها معنى، الجيم ما له معنى، لكن إذا تركبت بعضها في بعض يصير لها معنى. إذن قوله حرف جاء لمعنى خرج حروف الهجاء، لأنها ما لها معنى. غير حروف الهجاء هو الكلام عليه هنا. حروف الهجاء أين كلامه ومتى يتكلم به الإنسان؟ هذا في دروس الإملاء، وليس في دروس النحو شيء من هذا.
قال وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم ما تقول فالاسم، إنما تقول فالاسم، لأن الهمزة التي في اسم همزة وصل، وهمزة الوصل لا تنطق. ومن الخطأ عند بعض طلاب العلم أن يقول مثلا الاسم، هذا خطأ، لأن الهمزة همزة الوصل لا تنطق بها إذا وصلت بغيرها. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه، هذا من أحسن العلامات، من أحسن العلامات. قمت مثلا، الآن التاء هنا قالوا اسم، إذن كيف عرفنا أن التاء وجئت ولبست التاء هنا كيف عرفنا أنها اسم؟ قالوا لما أسندنا المجيء والقيام والدخول إليها، فالإسناد إليها دلت على أنها اسم، دلت على أنها اسم. قمت، الآن إنسان قال لك ما هي هذا التاء هذه اللي موجودة في قمت؟ هذا حرف. إذا قال لك إنسان هذا حرف تقول له لا، ليست حرفا، لأن الحروف لا تسند إليها المعاني. فالتاء هنا اسم، والدليل على أنه اسم الإسناد إليه، اسندنا القيام إلى هذه التاء. فهذا معنى قوله فالاسم يعرف بالإسناد إليه، هذا أول علامة وأنفع علامة. الثاني بالخفض، الخفض هو الكسرة، بعضهم يعبره بالجر، فسواء عبرتها بالجر أو بالخفض، فأي كلمة مكسورة وكسرها أصلية ليست للضرورة مثلا، فإنما هي أصلية، فهذه الكلمة أحكم عليها بأنها اسم. مثل محمد والبيت والعرش والسطح والأرض، انظر هذه الكلمات كلها مكسورة في آخرها، فنحكم بأنها اسم لوجود الكسرة في آخرها. طيب وقالت الأعراب، قالت الأعراب، التاء هنا مكسورة الآن، هل نقول مثلا قالت اسم؟ لا. لماذا؟ لأن الكسرة هنا ليست أصلية، أصل الكلمة قالت. ولماذا حركت؟ حركت لالتقاء الساكنين هنا، فالتقى الساكن التي في التاء والهمزة همزة الوصل التي هي أيضا ساكنة، فلما التقى الساكنان فعندهم قاعدة، إذا التقى ساكنان يحرك ما سبق الأول يحرك، ولهذا حرك هنا لالتقاء الساكنين. لكن الكسرة التي تدل على الكلمة على أنها اسم هي الكسرة الأصلية، هي الكسرة الأصلية. قال وهي فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض. إذن عندك الآن علامتان من علامات الاسم، أول الإسناد إليه، هذا واحد وهذا من أنفع العلامات. الثاني بالخفض، أي كلمة مخفوضة مكسورة احكم عليه بأنه اسم، سواء كان في القرآن أو في السنة أو بكلام العرب والشعراء. قالوا بالتنوين كذلك، أي كلمة منونة، قبلا فصاغ لي الشراب وكنت قبلا، قبلا الآن ما هو؟ قل اسم، والدليل على أن اسم تقول لدخول التنوين فيه، فلما دخل الاسم عليه التنوين صار يدل على أن اسم. كلمة دخلت عليها التنوين دلت على أن هذه الكلمة اسم، لأن التنوين لا يدخل على غير الاسماء، لا يدخل على الفعل ولا على الحرف، إنما يدخل على الاسم. كان الله عليما، وكان الله عليما حكيما، عليما اسم، حكيما اسم. قالوا بدخول الألف واللام كذلك، من العلامة الرابعة دخول الألف واللام، البيت، العرش، السطح، الرجل، الإيمان، الإسلام، هذه كلها كلمات أسماء، والدليل على أن أسماء دخول الألف واللام، دخول الألف واللام. قال وحروف الخفض، نعم، وحروف الخفض، حروف الخفض دليل على الاسمية. وما هي هذه حروف الخفض؟ هي كلمات حصرها بعضهم وبعضهم لم يحصرها، وذكر ابن أجروم في الأجرومية 12 منها، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام
وحروف القسم هو الواو والباء والتاء، هذه تسمى حروف الجر. من الآن لو وجدت هذه من حروف الجر، وعلى من حروف الجر، وفي من حروف الجر، إذا وجدت كلمة سبقها واحد من إحدى هذه الحروف فالكلمة هذه احكم عليها بأنه اسم، وبالله التوفيق، الحمد لله.